فيديو جديد ويلا نمحر سندوتش جبنه. اول سندوتش هنعمله جبنه بس، فهنحط جبنه شيدر وهنحط جبنه رومي، ده عشان يبقى الحاجه البيزك خالص. تاني سندوتش هيبقى جبن بس مع لانشون، جبن ومعاها دي كمان ونحط لانشون، وده كده شكل تاني سندوتش. تالت سندوتش بقى احنا هنعمله هيبقى جبن برضو بس مع سموكد تركي، ونحط سموكد تركي، نحط حته كبيره. والسندوتش قبل الاخير هيبقى برضو جبنه بس معاها فراخ متقطعه او فاهيتا فراخ او اي حاجه انت بتقول عليها، ونحط شويه فاهيتا فراخ بس كده زي الفل. واخر سندوتش هيبقى جبن مع شيتوس متكسر. نحط الجبنه الاول، وده اكتر واحد انا متحمس له الصراحه. نحط جبنه واحده كده ونكسر الشيتوس. اول حاجه نفتحها عشان ما يفرقعش خالص، وبعد كده كسر كسر كسر. عندك اي حاجه تكسر بيها كسر بيها عادي، يعني هو لو ما اتكسرش بقى احنا نحط برضه على هذا الوضع. وده هيبقى شكل اخر سندوتش احنا هنعمله. ويلا بينا نسيح اسرع 5 سندوتشات ممكن نعملهم ونرجع. يلا بينا نبدا عشان مولعين حرفيا حرفيا. اللي بيحبوا الجبن هيفهم ان ده سندوتش عالمي ولا غلطه. نشوف اللي بعده. طيب سندوتش الجبنه اللانشون، كفايه الشده دي 10 من 10 ولا غلطه. اللي بعده. طيب وده سندوتش السموكد تركي، السموكد تركي اضاف طعم حلو احلى من اللانشون ولا غلطه 100%. اللي بعده السندوتش اللي قبل الاخير فراخ الفاهيتا، فراخ تتبيلتها حلوه افضل من السموكد تركي اللي هو افضل من اللانشون وافضل من الجبنه العاديه. ولا غلطه 100%. اللي بعده واخر سندوتش واللي قلقان منه جبنه الشيتوس، ولا غلطه. بس الصراحه الباقي عجبني اكتر بكتير، وتقدر تبدل الشيتوس ده بشيبسي او اي حاجه. ولو عجبك الفيديو ادينا لايك، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، سيب لنا كومنت حلو على ده.